توضيح هام عشان انا شفت كومنتات كتير قوي بتتكلم على الموضوع ده. بصوا يا جماعه، انتوا كتير قوي منكم بيكلمونا في انتوا بتطلعوا شقه واحده عدد كبير قوي. بكل بساطه اقول لك ليه. بص يا سيدي، ده مستحيل نفرين يعملوه. هطلع باتنين عمال بالمنظر ده. ده كده حلو يعني، ده كده كويس. بكل بساطه يا جماعه، احنا معظم شغلنا بنستلم شقق من شركات ومهندسين التشطيبات. فهم طبعا ما عندهمش بند نظافه في التسليم، يعني لما بيسلم العميل بيسلموا على وضع اللي سابوا عليه الصناعيه. فيشكروا بيطلبونا احنا نقوم بعمليه النظافه في الشقه او الدوبلكس او الفيلا او يعني ايا كان نوع الوحده السكنيه، احنا بنقوم بتنظيفها. ففي بعض الوحدات بنستلمها بالمنظر ده. بص، كل حاجه في استريتش، كل حاجه متغلفه، طبعا كل ده مردوم تراب. يعني كل اللي انتوا شايفينه ده مردوم تراب. فانتوا بتكتبوا لنا كومنتات، انتوا ليه طالعين شقه واحده ب 8 9 10 افراد؟ يا جماعه هسلم الشقه في يوم واحد ازاي بفردين او ثلاثه او اربعه؟ مستحيل. احنا لو جيت اتكلم بس على الشبابيك، بصوا يا جماعه الشبابيك بنستلمها ازاي. يعني طبعا ده مش عيب من شركه تشطيبات، بس بصوا مثلا، طبعا واضح عندي مش عيب منهم خالص. هم ركبوا الحاجه زي الفل ما شاء الله، بس مش نظيفه. انت عشان عميل تيجي تستلمها وتقعد فيها وتقدر يعني تبقى جاهزه الوحده للسكن، لازم تجيبنا طبعا. فبالتالي بص، كل ده احنا اللي بنشيله وبننظف بعديه وقبليه، يعني في شغل كتير بيحصل. المطابخ طبعا كل حاجه بتتعمل فيها، فطبيعي يبقى معانا 8 9 10 12 عامل علشان نقدر نسلمك. بص اهو انا بعمل ايدي بعشوائيه خالص. بص، فالعميل ازاي هيستلم ده مني في نفس اليوم نضيف بفردين او ثلاثه؟ يا جماعه الرفوف دي كلها بتتعمل، المطابخ دي كلها بتتعمل، البوتاجاز ده جديد، بس بص يعني هو جديد، بس ده هيقعد فيه ازاي؟ فكل ده بنعمله، يعني كل ده بنشتغل فيه، كل ده بيتحرك. بص كل ده اللي انت شايفه ده، كل ده بيتعمل خلاص. فلازم شقه زي دي لما اصورها وانزل الفيديو بتاعها ب8 عمال ب9 عمال ب10 عمال لازم اجيب العدد ده معايا عشان اقدر اسلمها في نفس اليوم بجوده محترمه. خلاص. طبعا الحوائط كمان بتتعمل، محدش يقول لي اصل الحوائط لسه مدهونه. لا يا باشا، الحوائط مدهونه، بس بص شايف هو من بعيد ما يبانش، بس لو جبنا هنا اهو نفس اللي فات. بس نبص بس على الشقه كده عشان برضه ممكن اصورها لكم بعد ما تخلص خالص. كل شويه خليها اخر حاجه زي ما انتم شايفين طبعا البار كده كله بيتعمل، اللي هو الاتش دي اف، الحمامات كلها بتتعمل. فاشوفكم بقى بعد ما نخلص. باي باي.